السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في العسل بدون منسمات ناجح 100%. واخا تكوني اول مره غادي تقادي العسل غادي ينجح معاك على بركه الله. عندي هنا قال ديال السكر كيوزن 2 كيلو، غادي نديرو في واحد الطنجره ديال الضغط. ضروري تكون طنجره ديال الضغط باش دغيا كيوجد معاكم. كندير هنا قال ديال السكر كما قلت لكم فيه 2 كيلو، غادي ندير معاه اطر تاع الماء. كنحاول هكا نخوي فوق السكر كما كتشوفوا معايا، وكنحاول هكا نهبط شويه السكر باش نحط السكر ديالي في الطنجره ديال الضغط باش نسد عليه ونخليه ليله كامله. انا هنا خليت السكر حيت مازال باناش عليه، خليته داب على خاطرو، خليته الليل كامل كما كتشوفوا هنا، خليته الليل كامل. هنا الصباح داب معايا السكر، غادي ندير معاه واحد الشرائح ديال الحامض. عندنا واحد الحامضه صغيره وواحد نص ليمونه كما كتشوفوا صافي، وغادي نسد الكوكوط ديالي وغادي نديرها فوق النار تكون عافيه مهيله. ونديروا الصفاره الا ما بغيتوش ما كنتوش زربانين عليه ديروا غير فشي كاسرونه تخليوه يطيب على خاطر، ولكن غيدي معكم شويه الوقت شي ساعتين. هانتوما شوفوا معايا من بعد ما بدا كيتصفر الكوكوط وعافيه مهيله تنخليه ساعه. انا راه خليته ساعه ولكن عافيه مهيله. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيولي الحامض والليمون. هنا من بعد ما دفى ليا واحد شويه غادي نحاول نحيد هذا الحامض والليمون باش ما يهزوش ليا العسل بزاف، ونخليه حتى كيبرد. انا هنا راه ما خليتوش النهار كامل او الليل كامل حتى برد، درتو في المجمد باش برد ليا باش نوجد معكم هكا العسل باش نصوروا باش نلوحوا كما كتشوفوا. راه هذا العسل راه ناجح 100%، غير جربوه. واخا تكوني اول مره غادي ديري العسل غادي ينجح معك ان شاء الله. نتوما شوفوا معايا كيليق جميع المعسلات الشباكيه البريوات، اي حاجه بغيتو ديروها في هذا رمضان ان شاء الله غادي يصدق لكم. كيجي عاقد في حالات هكا جاكم عاقد اكثر من القياس كتزيدوا فيه واحد شويه ديال الماء وكديروه فوق البوطه. جاكم خفيف كتزيدوا فوق النار حتى كيتقل واحد شويه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو خليو لي واحد لايك وشي كومونطير يكون زوين. السلام عليكم.